تخيل إن الراجل البخيل ده فضل 15 سنة يحوش، واكتشف إن عنده سرطان وهيموت بعد 10 أيام. بيبدأ الفيلم بجوي راجل بخيل بطريقة مش طبيعية، لدرجة إنه كان يقفل المية ويفتح الحنفية على أقل درجة عشان العداد ما يحسبش عليه حاجة. ولما معجون الأسنان بيخلص بيجيب عصاية ويعصرها عشان يطلع آخر نقطة. كل يوم يروح بعجلته لأرخص مطعم في المدينة ياخد قطعتين عيش وبيضة واحدة، ده اللي بيكمل بيه يومه. وأول ما تجيله رسالة تعرض تخفيض من أي سوبر ماركت يطير يشتري الحاجات اللي هتخلص صلاحيتها، ولو الحساب طلع $100 ولا يهمه يطلع كومة قسايم حصن يدفع أقل من $1. فضل على الحال ده 15 سنة مكافح وموفر في كل قرش لحد ما قدر يجمع $800,000. كان فرحان بنفسه جدا، حاسس إنه عبقري التوفير. لكن في يوم فجأة بيقع. لما راح للدكتور كانت الصدمة ده عنده سرطان وفاضل له 10 أيام ويوضع الدنيا. 15 سنة بيحوش وناس إنه مش هيعيش عشان يصرف اللي جمعه. صدمة، ذهول، خوف، دي كانت ردود فعل الأولى. راح لقبره أبوه وأمه، فضل يعيط. بعدها راح البيت وقال لجاره طل عليه كل شوية، لكن جاره مطنشه.